السوشيال ميديا المكان اللي فيه حرفيا آلاف المشاهير واللي ليهم عدد كبير جدا من المتابعين واللي كمان بيحبوا انهم يظهروا لك الجانب الكويس بحياتهم. بس هل حصل لك قبل كده انك تعرف حياة المشهور ده عاملة ازاي؟ اكيد لا. لكن انا النهارده جاي اكلمك عن اغرب بنت مشهورة على السوشيال ميديا، واللي هي تيك توكر مشهورة في الصين على التيك توك الصيني دوين. وهكلمك عن حياتها وعن الكارثة اللي حصلت معاها وكانت بسبب متابعينها، واللي ادت في النهاية لحاجة صعب انك تتوقعها. فلو حابب تعرف مين هي التيك توكر دي وايه كمان ايه اللي حصل لها، خليك معايا لاخر المقطع. السلام عليكم، دوكم باك تو ماي شانل. معكم دراكسلر، رجعت لكم بفيديو جديد والحمد لله قدرنا ان احنا نحل مشكله الكهرباء. انتوا متخيلين يا جماعه انا مجهز المقطع ده من امتى؟ وبالمناسبه طبعا انتوا ملاحظين ان الشكل اتغير كده، لا انا حبيت اغير المكان وان شاء الله هنملي كل حاجه هنا وهنا تمام، وهنعمل سيت اب جامد. ودعموا المقطع بلايك عشان نتحسن اكتر من كده. المهم بسبب ان فكره مقطع قصه البنت الكوريه عجبتكم بطريقه كبيره، فمقطع النهارده هيكون عن قصه تيك توكر صينيه. وبجد يا جماعه من خلال المقطع ده هتبتدوا انكم تعرفوا حاجات غريبه جدا واسرار حصلت في حياه التيك توكر دي، وكمان حاجات ليها علاقه بالسوشيال ميديا والجوانب السلبيه والمظلمه بتاعتها. فمن غير ما نرغي ونتكلم كتير بالمقدمه، لان انا عارف ان في ناس كتيره جدا مش بتحب المقدمات الطويله، كوبايه القهوه او النسكافيه بتاعتك او اي سناكس انت بتحبها وتعالى ركز معايا في قصه مقطع النهارده. مشهورة التيك توك اللي انهت حياتها بالبث المباشر. قصة مقطع النهاردة هتبدأ معانا في الصين، الدولة اللي حرفيا فيها عدد كبير جدا من السكان وكمان عدد اكبر من مشاهير السوشيال ميديا. ولو هنعتبر يا جماعة ان مشهور على السوشيال ميديا بيكون عنده 10,000 متابع، فحرفيا في الصين لوحدها موجود فيها اكتر من 10 مليون مشهور. وما بين المشاهير دول كلهم هنتكلم عن بنت اسمها لوسيا ما ماو، اللي انولدت في 1998 وكان عندها 23 سنة، مشهورة جدا على التيك توك، لكن مش التيك توك بتاعنا، على التيك توك الصيني واللي اسمه دوين. ولو تتخيلوا يا جماعة قبل ما ابدأ القصة انا عملت ايه حرفيا بس علشان اجيب لكم اكونت التيك توكر دي، لان حرفيا الاكونت توك على التيك توك الصيني، واللي التيك توك الصيني كل حاجة مكتوبة فيه بالصيني. فبجد حبيت ان انا اجمع الاكونت بتاعها عشان تعرفوا معلومات كتيرة جدا عن حياتها وكمان تلاحظوا شخصيتها كانت عاملة ازاي في الفيديوهات. الاكونت بتاعها اسمه لوسياو ما ماو، عندها اكتر من 670 الف متابع، وبرغم الشهرة الكبيرة دي الا انها ما نزلتش عليه غير 39 مقطع. لوسياو كانت بنت لطيفة جدا وايجابية، وده اللي هتقدروا تلاحظوه من خلال فيديوهاتها اللي كلها كانت فيها دايما بتخرج ومهتمة جدا بالموضة. لكن يا جماعة تقريبا لو رحت عند اخر 5 فيديوهات نزلتهم على الاكونت بتاعها ده، هتلاحظوا انها ابتدت تغير من محتواها شوية وكمان من الكلام اللي كانت بتكتبه على وصف الفيديوهات دي، واللي تحسوا انها من خلال الكتابة والفيديوهات دي كلها كانت عاوزة توصل لمتابعينها رسالة معينة، واللي الرسالة دي هنعرفها في اخر المقطع. ابتدت تكتب على مقاطعها كلام زي حب نفسك هو بداية الرومانسية، او اسلوبك وذوقك اهم من مظهرك. الرومانسية والتشاؤم مش بيتعارضوا غالبا، بس انا مش حاسة بالسلبية. واخر فيديو هو اللي بيه يا جماعة حرفيا الكارثة كلها بتاعت مقطع النهاردة. بس قبل ما اكلمكم عليه وعن اللي فيه، تعالوا اعرفكم على كام حاجة مهمة. زي ما لاحظتوا يا جماعة من فيديوهات لوسيا والاخيرة اللي كانت بتظهر فيها ان حالتها النفسية كانت تعبانة جدا ومش كويسة، والاغرب من كده ان كل متابعينها في الكومنتات كانوا بيتنمروا عليها. طيب لحظة، هم ليه بيتنمروا عليها وهي اصلا حالتها النفسية تعبانة؟ ليه هم مش ملاحظين ده من خلال الفيديوهات؟ تعال اعرفك هم ليه كانوا بيكتبوا لها كده وبيتنمروا عليها في الكومنتات بتاعت فيديوهاتها. في اغسطس 2019 لوسياو قدرت انها تتعرف وتحب واحد اسمه شاو، وشاو ده كان تيك توكر مشهور وبيحب ينزل فيديوهات وهو بيلعب باسكت بول. وبالفعل حياتهم كانت سعيدة جدا مع بعض، وكانوا بينزلوا فيديوهات كتيرة جدا سوا، والفيديوهات دي كانت بتلاقي اهتمام كبير من الجمهور، واللي بسبب ظهورهم المتكرر يا جماعة مع بعض وحب المتابعين ليهم، تشاو ده اصلا ما كانش مشهور ولا اي حاجة. ولوسياو هي اللي اقنعته ان هو يفتح الاكونت ده، واللي وصل من خلاله يا جماعة لاكتر من 2 مليون متابع، واللي من خلال كده نفهم ان لوسياو هي كانت سبب شهرة تشاو ذات نفسه. بس المهم زي ما كلنا عارفين ان كل حاجة مش دايما بتفضل على وضعها. ليه؟ لان لوسياو وتشاو انفصلوا عن بعض في مارس سنة 2021
2020. ليه؟ السبب ما كانش اكيد، لكن تشاو طلع قبل كده ببث مباشر واتكلم عن لو سياو وعن شخصيتها وانها كانت عصبية جدا، وكانت كل ما تحصل حاجة ما بينهم وما يتفقوش فيها لو سياو تطلع وتهدده انها هتأذي نفسها بسببه، زي انها تطلع فوق السطح وتقول له انا هقفز من عليه، او تجيب اداة وتهدده انها هتأذي حياتها. ده وغير انه قال عليها حاجات غريبة زي انها كانت بتخونه مع ناس اغنياء، وبسبب كل ده واللي طلع قاله انفصلوا عن بعض. وكمان عمل حاجة وحشة جدا للو سياو، واللي هي خلى الناس تاخد عنها فكرة وحشة جدا وسمعة مش كويسة، واللي على فكرة يا جماعة انا مش مع الكلام ده حرفيا اصلا. ليه؟ لان في ناس كتيرة جدا من اللي عاشوا مع لو سياو وتشاو وكانوا بيشوفوهم في الحياة وكده كانوا بيقولوا ان لو سياو كانت بتهتم بشاو بطريقة كبيرة جدا، وكانت بتحبه، وكانت هي اللي دعماه في كل حاجة، وهي السبب في انه يفتح الاكونت ده وان هو يتشهر، وكانت هي اللي بتصرف عليه، وهي اللي بتجيب له المعدات وباللبس وكل حاجة كان بيحتاجها، وكانت بتخاف عليه جدا لما بيكون تعبان. فبعد كل ده يطلع ويقول عنها انها مش كويسة وهي كانت بتكرهه وانها شخصية مش كويسة، فاكيد كلامه يا جماعة مش حقيقي، وكل اللي قاله عنها عبارة عن كذب، لانه هو اكيد خلاص وصل اللي هو عاوزه، وقدر ان هو يوصل لل 2 مليون متابع، وقدر ان هو يبقى عنده جمهور وفانز كبير جدا، فخلاص بقى مش محتاجها، وهو اصلا بقى عنده متابعين اكتر منه. لكن في النهاية هو يعتبر كان سبب في تشويه صورة لو سياو قدام متابعينها وكل الناس اللي تعرفها. المهم بعد ما خلاص لو سياو انفصلت عن تشاو والموضوع انتهى وكل واحد راح وارتبط بحد تاني، فلو سياو ارتبطت بواحد اسمه ليمو، وبرضه بعد فترة انفصلت عنه. ليه؟ لانه كان بيعنفها ويضربها، وده موضوع الناس كلها عارفاه. وهي دي يا جماعة كل الاحداث الغريبة واللي مش كويسة اللي حصلت مع لوس ياو، واللي كانت بسببها حالتها النفسية تعبانة جدا، وكانت بسببها كمان بتنزل الفيديوهات الغريبة اللي نزلتها الفترة الأخيرة على الأكاونت بتاعها ده، وغير كمان الجمهور الكبير جدا اللي ابتدى يهاجمها وكان واخد فكرة وحشة عنها بسبب السمعة اللي مش كويسة اللي طلعها عليها تشاو بأنها شخصية مجنونة ومتكبرة ومتعجرفة وكمان خاينة. فالمهم تعالوا بقى نعرف ايه قصة الفيديو الاخير اللي نزل على اكونت التيك توك بتاع لو سياو وايه اللي حصل بعده. بس قبل ما ابدأ، الاحداث الجاية فيها صور وحاجات زي كده انا مش هقدر ان انا اطلعها هنا على اليوتيوب، مش كلها لكن اجزاء معينة منها، فلو قدرت ان انا احطها كلها عادي جدا لو اليوتيوب سمح بيها، لكن لو ما سمحش اعذروني. في 14 اكتوبر سنة 2021 بتنزل لو سياو ماو اخر فيديو ليها على حسابها، واللي بتكون كاتبة عليه ممكن يكون ده هو الفيديو الاخير. شكرا لانكم كنتوا معايا. 大家好，我是小猫，这也许可能是我最后一条给大家发送视频了。你们也知道，我得抑郁症已经很久了，甚至在医院已经住了2个多月了。看过我朋友圈的朋友都知道，我那是盖了公章的，是抑郁症患者，而不是你们所谓的那一种假的抑郁症。那你们看到我开心的样子，其实都是为了给你们看到而看到的。我希望大家看到我的视频是开心的，是快乐的，是知道我也是快乐的。可是最近我真的绷不住了，所以想知道原因的话，那就来小号看我直播吧。放心，这一条直播一定不是带货和广告。谢谢你们陪我这么久，谢谢。 زي ما شفتوا من المقطع اللي انتوا لسه شايفينه دلوقتي كانت بتقول فيه ايه؟ كانت بتقول يا جماعه لمتابعينها زي ما انتوا عارفين ان الفتره الاخيره بعاني من اكتئاب كبير جدا، ولو انتم متابعيني على حساباتي اللي على السوشيال ميديا هتقدروا تعرفوا ده كويس جدا. وبمناسبه الفيديوهات اللي انتوا بتشوفوها واللي انا بنزلها على السوشيال ميديا والتيك توك واللي بتلاقوني فيها مبسوطه جدا، دي الفيديوهات والشكل اللي انا حابه اطلع لكم واوريه ليكم، لكن الحقيقه غير كده تماما. فانا مش قادرة على كل ده واني اخبي الاكتئاب الكبير جدا اللي جوايا. فلو حابين تعرفوا ايه اللي حصل ادخلوا على البث المباشر بتاعي، وهو ده بالظبط اللي قالته لو سياو ماو في اخر مقطع نزلته على الاكونت بتاعها على التيك توك. فتعالوا بقى نشوف البث المباشر
حصل فيه ايه. لوسياو بالفعل بعد ما بتنزل المقطع بتفتح بث مباشر على اكونت التيك توك بتاعها، واللي بيكون فيه في الوقت ده اكتر من 20,000 واحد بيتفرجوا عليها بالبث، وكمان بيكون واضح عليها انه في حاجة غلط، وبيكون معاها ازازة فيها مادة سوداء، وكل ما المتابعين يسألوها ايه المادة دي بترد عليهم وتقول لهم دي عبارة عن كوكا كولا. لكن المتابعين مع الوقت اثناء ما كانوا بيتفرجوا على البث المباشر لاحظوا انها مش بتشرب المادة السوداء دي واللي كانت بتقول عنها كوكا كولا، فايه اللي مخليها ماسكاها طول البث المباشر بالطريقة دي؟ فمعنى كده ان المادة دي مش زي ما بتقول لوسياو انها كوكا كولا، وانها مادة تانية توكسيك، ولو شربت منها هتنهي حياتها. فهنا نيجي للكومنتات اللي كانت بتتكتب بالبث المباشر عندها. ناس كانت بتقول لها ما تعمليش كده واقفلي البث وابعدي عن السوشيال ميديا وحاولي انك تهدي، وناس تانية كانت بتتنمر عليها وتقول لها كلام مش كويس، وكمان كانوا عاوزينها تشرب المادة السوداء التوكسيك اللي كانت موجودة بايدها. فبعد فترة من الوقت يا جماعة كمية الناس الكبيرة جدا دي والمجنونة اللي كانت بتدخل عندها في البث وتكتب لها اشربي المادة دي علشان تنهي حياتك، حرفيا لوسياو بتسمع كلامهم يا جماعة وبتشرب المادة دي كلها مرة واحدة، وبعدها بنسمعها وهي بتقول ان طعمها فظيع جدا، وبعدين بتظهر وهي حاطة ايدها على رقبتها واللي كان واضح عليها انها بتعاني في صعوبة كبيرة جدا في التنفس بسبب المادة اللي شربتها، وبتتصل في البث المباشر على الاسعاف، وبعدها بتنهي البث نهائيا. وفي تاني يوم واللي هو 15 اكتوبر 2021 لوسياو بتكون ماتت. لوسياو يا جماعة في النهاية عملت كل ده بسبب الضغط الكبير جدا من المتابعين اللي كانوا بيتنمروا عليها واللي كانوا فاهمين حياتها بطريقة غلط واخدين صورة عنها مش كويسة، لكن هي في الحقيقة ما كانتش كده تماما. وكان واضح جدا على حسب نسبة كبيرة من اللي شافوا البث المباشر ده واللي انا قريت ارائهم كلها، وكلهم كانوا مجتمعين انها كانت فاتحة البث ده علشان تمسك الازازة دي اللي كان فيها المادة السوداء، وكانت مستنية في البث المباشر شخص معين بس علشان يدخل. وده زي ما قلت لكم على حسب اراء كبيرة جدا من كل الناس اللي كانت بتشوف البث. بس هل يا ترى مين الشخص ده؟ هل ممكن يكون تشاو ولا ليمو اللي كانت عاملة البث كل ده علشانه؟ ويا ترى ليه هي عملت كده؟ هل فعلا بسبب المتابعين اللي كانوا بيكتبوا لها كومنتات مش كويسة بالبث بتاعها، ولا هي كانت مقررة انها تعمل فعلا كده في نفسها واللي بسببه كانت فاتحة البث؟ بس اتمنى ما تنسوش حاجة قبل ما تكتبوا لي رأيكم تحت بالكومنتات، وهي انها بعد ما شربت المادة السامة اتصلت بذات نفسها على الاسعاف، يعني هي ما كانتش عاوزة كل ده يحصل. يا ريت بجد تكتبوا لي رايكم تحت بالكومنتات، وايه رايكم في اللي عملوه المتابعين فيها وكمان اللي عملوا تشاو وليمو فيها وكل ده. وبس كده نكون وصلنا لنهايه المقطع. اتمنى لو تكون القصه عجبتكم، ومتنسوش لو عجبتكم القصه تعملوا شير ولايك وسبسكرايب ونشر المقطع ده بكل مكان. ولو انت لسه بتشوفني لغايه دلوقتي اتمنى ان انت تنزل تحت تكتب الكومنت ده. وبس كان معكم دراكسلر، اشوفكم المقطع الجاي. باي.